فيلمنا بيبدأ بيونس هاكر شغال لحساب نفسه، وهدفه انه يفضح رجال الاعمال الفاسدة لغاية ما جاله اللي هو مراد وجنده لحساب الشرطة المصرية، وبدأ يعمل له تدريبات على اعلى مستوى علشان يكون ضابط مميز وفي نفس الوقت هاكر، ويكون سلاح مهم في الشرطة المصرية. وبننتقل لراضي هاكر شغال لحساب جماعات ارهابية وبيفصل الكهرباء في وسط البلد، بس يونس بيعرف يرجعها بعد دقايق وبيعرف مكانهم وانهم في مصنع في امبابة، والرادار بيوضح ان في 9 اشخاص في المصنع والمهمة بتاعتهم ان هم يخلصوا منهم ويجيبوا الداتا اللي معاهم. وفعلا بيبداوا العمليه وبيقسموا نفسهم وبيفصلوا الكهرباء وبيشغلوا عدسه الرؤيه الليليه وبيخلصوا من اول واحد وبيكملوا وبيعرفوا يوصلوا لمكان السيرفرات ويخلصوا من الباقي. ويونس بيروح علشان ياخد الداتا، والرادار بيكون موضح ان في شخص على بعد خطوتين منهم، وفجاه بيضرب عليه نار ويونس بيطارده وبيضرب نار بس بتيجي على غاز كيميائي بيسبب حرايق وبيجي في رقبته، وبيروح علشان يقبض عليه بس بيفاجئوا انه ملغم كل المصنع وهيتفجر بعد 30 ثانية، فبيسيبوا وبيمشوا وبتنجح المهمة بتاعتهم. وبعد سنتين بننتقل لليبيا وبنلاقي راضي لسه عايش وبيقابل الشيخ أنس رئيس جماعة إرهابية وبيكلفه بمهمة جديدة يعملها ليها علاقة بالسلاح، والشرطة المصرية بيجيلها معلومات عن المقابلة اللي حصلت ما بينهم وبيعرفوا إن راضي لسه عايش، واللي هو مراد بيرشح يونس يكون متكلف عن المهمة دي، بس بيقوله إن هو استقال وقاعد في بيته بقاله سنتين، فبيقنعه إنه هيعرف يخلي يونس يوافق عن المهمة دي. وبيقول للمقدم احمد ان هو يبلغ يونس انه عايزه في مهمه جديده، وبيقول له ان هو بعت له 2 ضباط بالتامين بتوعهم علشان يبلغوه ويجيبوه. وبننتقل ليونس وبيكون عايش مع بنته في الساحل الشمالي، وبيكون بعيد خالص عن الهاكر والمهمات بقاله سنتين، وبيجيله الضباط وبيقولوا له ان اللواء مراد عايزك في مهمه جديده وانه يتحرك معاهم دلوقتي علشان يقابله، بس بيرفض وبيكلمهم بطريقه وحشه، فقالوا له اكيد منظرك مش هيكون حلو لما ناخدك بالعافيه قدام بنتك، فبيوافق وبيقول لهم هيطلع يغير ويجي معاهم، بس بيلاقوه مره واحده مشي بالعربيه ونيم عجل العربيه بتاعتهم، فبلغوا باقي الفرقه وجريوا وراه وعرفوا يوقفوا العربيه بتاعته، بس بنلاقي السواق وبيكون يونس عمل كده عمليه الهاء ليهم علشان محدش يمشي وراه، وبيروح بنته لمراته وبيكون هو ومراته منفصلين وبتبقى مش عارفه هو شغال ايه، وبيروح للواء مراد وبيقول له انت عارف اني مش هرجع اشتغل تاني، بس بيساله هو انفصل عن مراته ليه، وبنعرف انه كان السبب في موت ابو وام مراته بسبب الشغل، علشان كده قرر ان هو يستقيل وما يشتغلش تاني وانه يسيب مراته علشان ما يكونش مصدر خطر عليها. واللي هو مراد بيحاول يقنعه انه يوافق عن المهمة دي بس برضه مش بيوافق، بس وهو جاي ماشي بيقول له حتى لو قلت لك ان راضي لسه عايش. وساعتها بس بيوافق وبيرجع يتدرب وبيفتكر اللي حصل من سنتين، وبنلاقيهم نايمين وابو مراته وام مراته بيكونوا بايتين عندهم، وبنلاقي بنتهم تعبت وبتكون سخنة جدا وهو ومراته بياخدوها علشان يودوها للدكتور، بس بينسى المحفظة في البيت وبيدخل علشان يجيبها، بس فجأة وبيكون راضي هو السبب في الانفجار ده علشان ينتقم منه في اللي عمله فيه، علشان كده وافق عن المهمة علشان يرجع حقه من راضي، وبيجهز نفسه وبيتحرك على مقر الجهة الأمنية وبيبدأ شغل، وفجأة بيلاقوا كل المعلومات بتتسرب وراضي عرف يخترقها، وكلهم بيبقوا فاكرين ان يونس مستواه قل والقعدة في البيت أثرت عليه، بس بيفاجئهم كلهم وبيكون هو عامل معلومات وهمية سهلة الاختراق علشان يطمع راضي ويخترقها ويعرف مكانه، وبيكون في مدينة صوفيا في بلغاريا، وبيبعت لراضي وبيقول له ابذل مجهود اكبر في المره القادمه، واسم الهاكر بتاعه وهو العارف. وراضي بيعرف ان يونس رجع للشغل تاني وبيقول لرجالته انه ياخدوا بالهم علشان هيجي هجوم من مصر قريب، وبيكون قصده على يونس، وفعلا يونس بيبدأ يتحرك على صوفيا، وبيكون في واحد اسمه أسعد عايش هناك بقاله كتير وهو اللي هيساعده في بلغاريا، وبيقول له ان في ناس كتير من رجالة راضي مستنيينك، فقال له كلم امن المحطة وقول لهم ان في عملية ارهابية هتحصل. ولما بيوصل بيصور رجالة راضي وبيخترق سيستم المحطة وبيعطل كل رحلات القطر، وبيعرض صور رجالة راضي على شاشات المحطة ورسائل للناس اللي في المحطة علشان يحصل فوضى والشرطة تمسك رجالة راضي، وراضي بيكون شايف كل ده، ويونس بيخرج من الباب الخلفي وبيعرف يخش البلد، وراضي بيشوفه من كاميرات المراقبة وبيكون اتأكد ان كده الحرب بدأت ما بينهم، وأسعد بياخده في الورشة بتاعته وبيسلمه كل المعدات اللي هتساعده، وبيبدأ شغل وبيعرف ان راضي شغال مع حد في بنك في بلغاريا وبيكون لازم يخترق البنك علشان يعرف المعلومات اللي هو عايزها، وبيروح لمكنة ATM وبيتنكر على اساس ان هو موظف في البنك وبيبدأ الاختراق، وبيبقى قدامه دقيقة ونص
علشان ينقل المعلومات اللي هو عايزها، وموظفين البنك بيعرفوا بالاختراق، بس بيخلص التحميل وبيعرف ان اللي شغال مع راضي اسمه ايفان. واول ما بيعرف انه اتكشف بيلم حاجته وبيمشي، وبيبعت رسالة لراضي وبيقول له انه اتكشف. فبيكلم رجالته وبيقول لهم انه يخلصوا من ايفان ويجيبوا يونس، ويونس بيبدأ يتحرك على البنك علشان يجيب ايفان، وبيخش جراج البنك وبيلاقيه وبيجري وراه، بس بيخبطه بالعربية وبيمشي. فبيسرق عربية وبيجري وراه، وبيكون رجالة راضي بتجري وراهم علشان يخلصوا من ايفان ويجيبوا يونس، وبيضربوا عليهم نار، ويونس بيعرف يخلص من اول عربية، والشرطة كمان بتجري وراهم. وبعد مطاردة كبيرة جدا بيقف ايفان بالعربية وبيجري، ويونس بيجري وراه، بس في قناص بيضربه بالنار وبيموته. وبتظهر بنت اسمها مايا بتاخد منه الشنطة وبتجري، وبتعمل نظام حماية لللابتوب علشان محدش يعرف يفتحه غيرها. ويونس بيجري وراها علشان يدور عليها، وبتكون خلصت نظام الحماية، ويونس بيلاقيها وبيضربوا بعض علشان ياخد منها الشنطة، وبياخدها فعلا وبيسألها هي مين وتبع مين. بس وهو بيسألها بيخشوا عليهم رجالة راضي علشان يخلصوا منهم وياخدوا الشنطة. فيونس ومايا بيتحدوا مع بعض علشان يخلصوا منهم، وبيبان انها قاتلة محترفة ومتدربة على مستوى عالي، وبيخلصوا عليهم فعلا. وبيعرف انها متكلفة بنفس مهمة يونس بس من جهة مختلفة في سوريا، والمهمة بتاعتها انها تخلص من راضي برضه، وبتبقى عايزة تتحد معاه بس هو مش بيوافق، وبتديله رقم تليفونها علشان لو احتاجها، ومش بيرضى برضه. بس اسعد بياخده وبيحاول يفتح اللابتوب بس مش بيعرف علشان نظام الحماية اللي عملته مايا. فبياخد الرقم من اسعد وبيكلمها، ولما بتيجي بتعرف تفتح اللابتوب وبيعرف مكان راضي وبيصوره بالتليفون، وبيقفل الباب على مايا. بس اول ما بيركب العربية بيلاقيها جنبه، وبيتحركوا على المكان وبيلاقي المكان متأمن بشكل عالي جدا، وبيقسموا نفسهم. وبتكون مايا واقفة في مكان قريب بالقناصة، وهو بيحاول يوصل لراضي، وبيعرف يطلع على سطح الفيلا، وبيخش وبيعرف يخلص من كل رجالة راضي، وبيتحرك على مكان الأجهزة. بس بيلاقي راضي مشي من المكان، فبينقل المعلومات اللي على الأجهزة، بس بيلاقي نفسه واقف على لغم، وراضي بيكلمه فيديو وبيفضل يستفز فيه، وبعد كده بيقفل. وبتيجي مايا فبيدور على حل، وبيلاقي طفاية حرايق، فبيخليها تجيبها وتعملها على اللغم علشان يجمدها ويوقف مفعولها لمدة دقايق. وبياخد الفلاشة وبيجروا وبيطلعوا من الفيلا في آخر لحظة، وراضي بيكون قاصد انه يسيب له طفاية الحرايق، وكان عارف انه هيعمل كده، وبيقول انا عايزه يرجع مصر سليم بالمعلومات اللي هو خدها. وبيرجع مصر وبيسلم الفلاشة للشرطة، والفلاشة بيكون عليها فيروس وبتخترق كل معلومات الشرطة المصرية. ودي كانت خدعة من راضي علشان يخترق سيستم الشرطة ويسرب المعلومات اللي هو عايزها. وبننتقل للواء مراد وبيموت بفعل فاعل. ويونس بيروح البيت علشان يطمن على بنته، بس بيلاقي في حركة جنب بيته، فبيخبي مراته وبنته في أوضة فوق، وبيبدأ يخلص عليهم واحد واحد، وبيعرف يخلص منهم كلهم. والشرطة بتيجي علشان تأمنه، ومراته بتتصدم منه وبتسأله على شغله. والمقدم أحمد بياخدها على جنب وبيشرح لها هو شغال ايه. ولما الشرطة بتمشي بيتكلموا مع بعض، وبيقول لها انه سابها من سنتين علشان يبعد الخطر عنها، وبيوعدها انه هيخلص المهمة دي ومش هيسيبهم تاني مهما حصل. وبيرجع للشغل وبيجمع كل الخيوط ببعضها، وبيشوف الفلاشة اللي كان عليها الفيروس، وبيعرف يفصل المعلومات الصحيحة من الفيروس. وبيعرف ان مهمة راضي هي صواريخ اسمها إجلة، وان الجيش السوري كان يمتلك عدد كبير جدا من الصواريخ دي. بس بعد الثورة السورية الصواريخ دي وقعت في ايد جماعات ارهابية كتير، وراضي دلوقتي بيحاول يوصل لمكان الصواريخ علشان يديها للشيخ أنس. ومكان الصواريخ دي موجودة مع شخصين، اول واحد عبد الرحمن الهليبي، وده معاه اول نص من احداثيات مكان الصواريخ، وتاني واحد نصير، وده مع النص التاني والاخير من احداثيات مكان الصواريخ. ولو راضي وصل لهم هما الاتنين هيوصل لمكان الصواريخ. ويونس بيتحرك على اول واحد وهو عبد الرحمن الهليبي، وبيبقى عايش في ايطاليا. ولما بيوصل بيلاقي في حفلة كبيرة موجودة تحت بيته، ولما بيطلع بيته مش بيلاقيه، وبيلاقي رجالة راضي خاطفينه، وبيلاقي مايا كمان موجودة علشان نفس المهمة بتاعته. ومش بيلحق الرجالة الخاطفينه، بس بيعرف يلحق واحد من رجالة راضي وبيجري منه، ويونس بيجري وراه لغاية ما بيخشوا بيت. وبعد ضرب كتير جدا ما بينهم يونس بياخده وبينزل بيه على ترابيزة وبيموته. ومايا بتيجي علشان تقومه، وبياخد منه تليفونه ومحفظته، وبيلاقي رقم راضي في تليفونه، وبيتصل
بيتصل بمصطفى علشان يعرف مكان راضي من رقم تليفونه، ومايا بتخيط له جروحه وبيبدأ يثق فيها اكتر، ومصطفى بيتصل بيه وبيقول له على مكان راضي وبيتحركوا عليه، وراضي بيكون بيعرف مكان الصواريخ من عبد الرحمن، وبعد ما بيعذبه بيقول له. ويونس ومايا بيوصلوا مكان راضي، بس اول ما بينزلوا من العربيه رجاله راضي مسكوهم وبيودوهم لراضي، وبيكون قتل عبد الرحمن بعد ما عرف منه اول نص الاحداثيات من مكان الصواريخ. وراضي بيفضل يستفزه ويهزقه، بس وهو بيكلمه بيقطع الواير اللي هو مربوط بيه، وبعد كده بياخدهم وبيرمي مايا في الميه. ويونس بيقول له انا مش هرحمك يا راضي، وانا مش هنساك يا يونس. وبيفك ايده وبيضربه وبينط في الميه، وبيضربوا عليه نار بس مش بيجي فيه، وبيحاول ينقذ مايا بس الوقت بيكون فات وبتموت، فبيسيبها وبيمشي. ولما بيروح بيركز في صور عبد الرحمن، وبيركز في السلسله اللي هو لابسها، وان راضي كان على طول ماسكها وهما بيتكلموا، وانه خدها منه، وبكده بيكون عارف انها احداثيات اول نص من مكان الصواريخ. وبيتحركوا على الراجل التاني وهو نصير اللي معاه النص التاني من مكان الصواريخ، وبيكون عايش في ماليزيا، وبيكون في واحد اسمه علي هو اللي هيساعده في ماليزيا، وبيقول له ان نصير النهارده هيكون موجود في حفله وراضي هيكون هناك، وبيديله دعوه للحفله وكمبيوتر عليه سيستم الاوتيل اللي فيه الحفله. وبنيجي لوقت الحفله وراضي بيروح لنصير وبيهدده بابنه انه هيقتله لو معرفوهوش مكان الصواريخ، وبيكون علي ويونس مراقبينهم وشايفينهم، ونصير بيديله الساعه وبتكون هي النص التاني والاخير من احداثيات مكان الصواريخ، وبياخد الارقام وبيبعتها للشيخ انس، وبكده بيكون عرف مكان الصواريخ. وراضي بيجري على سطح الاوتيل ويونس بيجري وراه، وبيلحقوا في اخر لحظه قبل ما يركب الهليكوبتر، والناس اللي موجوده في الهليكوبتر بيضربوا عليه نار فبيتفرقوا تاني. وبيكون راضي في الاسانسير وعلي بيوقفه في الدور ال15، ويونس بيروح له وبيكون مستنيه وبيجري عليه وبينطوا من الاوتيل. ويونس بيكون متعلق في اخر حته وبيكون ماسك بايديه، بس بيضربه في رجله وبيعرف يطلع، وبيبدا الخناق ما بينهم. وبعد ضرب كتير جدا يونس بيعرف ينتصر عليه، وبياخد منه الساعه بتاعه نصير اللي فيها مكان الاحداثيات، وبكده بيكون برضو الشرطه المصريه عرفت مكان الصواريخ، وبيوقع راضي من الاوتيل وبيموته. والشيخ انس وجماعته بيروحوا على مكان الصواريخ في الصحراء الغربيه، لكن الشرطه المصريه بتعرف تحبط العمليه وبتقضي عليهم كلهم. وبيكون يونس رجع لمراته وبيبقى عايش معاها هي وبنته. وبس كده فيلمنا يكون خلص. فياريت لو الفيلم عجبك تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس، وتخش تشوف الفيديوهات التانية على القناه ان شاء الله تعجبك يعني. وبس كده اشوفكم في فيلم جديد، ويلا سلام.